عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسناتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجيات وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكاسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفئ به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك ونتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهرون بين عليك أمرتنا فتركنا ونحيتنا فرقبنا ولا يسأنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول أكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا إنك من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Tolong dibagikan kitab burdahnya.
الفاتحة بقراءة الاعتبار لأولي الأبصار بإسراء النبي المختار. أن الله يبارك لنا الجميع، وأن الله ينفعنا علومنا، ويبارك لنا وأهلنا وقرباتنا وذريتنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. ثم إلى خصوصا المرحوم من رحمة الحي القيوم الحبيب محمد بن حامد شيخ بكر بن سالم، أبي محمد أحمد بن فتح بن محمد فتح، إلى خصوصا صاحب الكتاب الحبيب محمد بن حسين معبود، أن والدينا ديكم خاصة، وجميع أمواتنا أموات المسلمين أجمعين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكراء. يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد قصرت عنه ذر الجوزاء. سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء. من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء. بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء. ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء. وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء. صلي لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء. وبمدين صلى بأسفل الشجرة قد ظلت موسى بكرب رعاء. وبطور سينا المقدس سره صلى النبي هناك وسط أعراء. وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء. وتعقب العفريت إثر نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء. فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مصروعا على الصخراء. ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نماء. جبريل أخبره عقيب سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك. ولدى سؤال عن أريخ فائح قال لماشطة بدار بقاء. ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء.
فليعتبر من كان يعصي ربه ويتب سريعا قبل حل فنائي. وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاطر وغنائي. صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء. وبثاني واد مر رحانتانة ووعى دويا راجف الرجاء. صوت لنيران تتوق لأهلها من كان لله من الأعداء. من فتنة الدجال يا صاح استعيد فلقد رآه بعينه العوراء. وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيم ضياء. وبأرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء. ودعاه للتحويد والتنصير صوتا ما استجاب له بكل إباء. وبدت له الدنيا بصورة غادة حسناء لم تحظى برد دعائي. وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دنت لوقت فنائي. وتعرض الشيخ اللين له يناديه حلوم فباء بالإخزاء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. لقى النبي جماعة ووجوههم تحكي مصائب
إسرائيل ورأى الكليم مصليا في قبره وحياة راس لله كالشهداء وبدا الخليل مع العيال علىهم نور بأ